لم تنطفئ شعلة أزمة الخبز في تونس حتى زاد من وهجها الحرائق التي اندلعت في مدن متفرقة. تونسيون بين الاصطفاف في طوابير يحصلون منها رغيف خبزهم وبين نيران تحاصر منازلهم، وضع زاد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. يعني ما يحدث في تونس عموما هو فترة نحن نعتبرها فترة عصيبة بشكل أو بآخر، ولكن نعتبر أنه الدولة موجودة وأنه السيد الرئيس قيس سعيد قائم بدوره وقائم بواجبه تجاه هذا الوطن. ونحن نعتقد أيضا أنه الجيش التونسي والمصالح المختصة قامت بواجبها من أجل إخماد هذه الحرائق التي امتدت بشكل كبير على مستوى الغابات، فيما أوصدت آلاف المخابز أبوابها في ظل نقص المواد الأولية. أتت حرائق تونس على مئات الهكتارات من غابات وأراضٍ زراعية، ما يجعل حكومة بودين تواجه مزيداً من التحديات. بالنسبة لمسألة أو وضعية المخابز في تونس، نحن نعتبر أنه الدولة تقوم بواجبها في ما أمكن من الطحين ومن الدقيق لجميع المخابز الموجودة والممتدة على مستوى تونس عموما. رغم حزمة المساعدات التي تتلقاها، لم تستطع تونس الخروج بعد من عنق الزجاجة. فمتى تتخلص تونس الخضراء من أزماتها؟ ومتى تستعيد جمال اخضرارها؟